السلام عليكم حبايبي، وياكم المطبخ البغدادي. أكلتنا الشتوية اللذيذة لهذا اليوم هي حامض الشلغم. المكونات: هنا عندي شلغم قشرته وغسلته وقطعته بهذا الطريقة، وأيضا السلق ثرمته ناعم هو والعضود مالته، وأيضا حبة بصل كبيرة، والكبة هاي عندي كبة مجمدة سويت عنها فيديو سابق، تقدرون تشوفون الفيديو. وأيضا المعجون، والبهارات اللي راح استخدمها هي الكركم والكاري. يلا بينا بالطريقة. خليت جدر على النار وضفت ملعقتين من زيت الزيتون، وخليت الشلغم حمسته. لما نتغير لونه ضفت له البصل، راح احمسهم سوية وبعدين اضيف باقي المكونات. لما نحمسوا عندي البصل والشلغم، ضفت رشة من الكاري وأيضا رشة من الكركم، وراح أحمسهم حمسة خفيفة. بعد ما حمستهم حمسة خفيفة، هسه راح أبدي أضيف السلق وأحمس المكونات سوية. راح أظل أحرك بيه لحد ما ينحمس عندي السلق. بعد ما انحمس عندي السلق، ضفت ملعقتين من المعجون وراح أحمس بيهم بهاي الطريقة. هسه راح أبدي أضيف مي مغلي وأخلط المكونات سوية. هسه راح أبدي أضيف نص كوب من الرز. طبعا هذا الرز مغسول ومنقوع، تمن عنبر. هنا قام يفور عندي. لمن يفور راح أبدي أضيف الكبة. راح أحركهم حركة خفيفة حتى الكبة ما تلتصق عندي. وراح أضيف أيضا ملعقة من الملح. وأحركهم حركة خفيفة وأنتظر لحد ما تطوف عندي الكبة. من تطوف عندي الكبة معناها الحامض عندي استوى. شوفوا هنا قام يفور والكبة كلها طافت. باعوا، هاي معناها انه استوت عندي. هسه راح ابدي اقدمها بصحن التقديم. هذا شكلها النهائي. طبعا طعمها كلش طيب وشكلها روعة، وعليكم بألف عافية. باي باي.